السلام عليكم. ازيكم حبايبي واخواتي واجمل متابعين في الدنيا. يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الهريسه الدمياطي بطريقه سهله وجميله، وهتعجبكم جدا ومقاديرنا مظبوطه جدا. يعني ان شاء الله هتعمليها هتطلع معاكي تحفه، احلى كمان من اللي بنشتريها من محلات. إيه، وهقولك ازاي تطلعيها وسر لونها الجميل اللي بتبقى طالعه بوده، اللي سر اللون المكرمل الجميل اللي بنشتريها بوده. وهتطلع معاكي كده فيها سنة القرمشة الجميلة اللي بنجيبها دي، وفي نفس الوقت مرملة كده وبتدوب في البق. يعني حاجة كده من الآخر تحفة جميلة. إن شاء الله هيعجبكم الفيديو، بس تابعيني كده لنهاية الفيديو عشان أقولك إزاي. يعني أقولك كل تكاية فيها عشان تطلع معاكي بنفس الجمال والحلاوة اللي بنشتريها بو. بس حطي لي بقى لايك واعملي لي اشتراك لو أول مرة بتتابعيني. اعملي اشتراك للقناة وكومنت حلو منكم كده يشجعني. ويلا بينا على طول نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف اول حاجه هنجهزها مع بعض. طبعا هنجهز مع بعض اول حاجه الشربات عشان يلحق يبرد كده معانا على ما نجهز الهريسه. انا نزلت كده بكوبايه ونص من السكر، هنزل عليهم بكوبايه ونص من الميه. انا الشربات بتاع الهريسه دي عايزاه قوامه تقيل شويه عن شربات البسبوسه، عايزاه زي بتاع الكنافه كده او بلح الشام. وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة كده من عسل الجلوكوز ده، او ممكن استبدلهم بعصرة ليمونة او بنص معلقة من ملح الليمون. إيه لو مش عندك عسل الجلوكوز. إيه وهنزل عليه انا هنزل عليهم كمان برضو بعصرة الليمونة. وهبدأ بقى ارفعهم على النار. هيغلي معايا كده لمدة 5 دقايق، هتحس ان هو بيطلع فقاقيع كتير كده. تبدأي تطفي عليه في الوقت ده عشان هو ما بيبرد قوامه بيتقل شوية. ونحط له بقى ايه ذرة فانيليا في الاخر بعد ما نطفي عليه. اول حاجه بقى معانا الهريسه عشان نجهزها مع بعض. هناخد برضك معلقه كبيره كده من العسل الجلوكوز ده، معلقه كده مليانه. وهننزل عليها كده بمعلقتين 3 من الميه المغليه عشان نفكهم فيها. اهو بالشكل ده، ما تزوديش ميه قوي. يعني معلقتين او 3 بس كده، لايه مجرد ان احنا نفك معلقه العسل الجلوكوز ديت في الميه المغليه، في المعلقتين الميه المغليين. هنبدا بقى ندوبهم كده ايه بالراحه كده لغايه ما يدوبوا معانا خالص بالشكل ده كده اهو. ونبدا بقى ايه ننزل عليهم بنص كوبايه كده من جوز الهند. جوز الهند برضو اللي هو الوسط ده، يعني مش ناعم قوي ولا خشن قوي. نص كوبايه كده من جوز الهند هنبدا نخليها تمتص كده الايه العسل الجلوكوز بتاعنا اللي دوبناه في المعلقتين الميه. الخطوه دي مهمه جدا تعمليها كده قبل ما تنزلي عليها في دقيق البسبوسه اهو. ومعانا بقى نص كيلو من اللي هو الدقيق البسبوسه، اللي هو الدقيق السميد او دقيق البسبوسه. هنزل عليه بنص كوبايه من السكر، سكر عادي حبيبات اهو. نزلت عليها بنص كوبايه دي كانت الكوبايه مطرح الجوز الهند، انا ما حطيتش حاجه الا نص كوبايه السكر. وهنزل عليهم بالخليط اللي انا ايه قلبته مع بعضه اللي هو جوز الهند مع معلقه العسل الجلوكوز ومعلقتين الميه المغليين. هنبدا بقى نفكهم مع بعض كده ونقلبهم مع بعض في نص كيلو الدقيق السميد او دقيق البسبوسه. نبدا نقلبهم كده مع بعض شويه. انا دلوقتي كده مش هشتغل بايديا، انا هقلبهم بس كده بالمعلقه اهو. وهنزل بقى عليهم معايا بقى كوبايه سمنه. انا الاحسن طبعا تحط كده خليط بين السمنه البلدي والسمنه اللي هي الايه التانية اللي هي الصناعي دي. بتبقى طبعا مديالها ريحه حلوه جدا. يعني لو الافضل فيها سمنه بلدي ماشي، ممكن تعمل. ما عندكيش سمنه بلدي ممكن تعملي نص خليط من السمنه البلدي على السمنه اللي هي الصناعه دي. والسمنه دي انا سخنتها كويس قوي. يعني انا سخنتها يعني ايه مش قدحتها، بس تسخنيها كويس. اول ما تنزلي بيها كده تبداي تقلبي في المعلقه، بتبقى طبعا السمنه سخنه شويه. بتنزل بقى على الجوز الهند كده واللي دي السميد، بتديله تحميصه كده وبتديلها بقى ايه، بتدي كده طعم حلو جدا للهريسه. ما تعملي الخطوه اللي هي بتاعه السمنه دي. انا سخنت السمنه شويه، يعني ايه سخنتها كويس شويه، مش قدحتها قوي يعني. وتبداي بقى تبسيها كده مع جوز الهند والدقيق، تبداي بقى تبسي السمنه كده بها لغايه ما تبقى معاكي بالشكل ده كده. هي بقوامها بيبقى عامل زي الحبيبات الرمليه كده. ما تزوديش عن كده، يعني ما تزوديش السمنه قوي.
ونبدأ بقى نحطها في صينية مقاس 25 مدهونة كده بمعلقة سمنة. انا كنت فوضت يا دوبك يعني نص معلقة كده من الكوباية، حطيتهم كده في في قاع الصينية اهو. ونبدأ بقى نفرد الهريسة بتاعتنا، نبدأ بقى نضغطها كده كويس ونسويها في الصينية اهو. اهم بقى خطوة عشان الهريسة تطلع معاكي متماسكة كده وحلوة، تبدأي بقى تضغطي فيها كويس جدا في الصينية بالشكل ده. انا هجيب بقى معلقة كده وهبدأ بظهر المعلقة كده واساوي اهو. اهم خطوة بقى تبدأي تسويها كده لما تخليها متماسكة كده في بعضها خالص اهي بالشكل ده. ممكن بقى لو عندك صينية برضك اصغر منها تبدأي تجيبيها كده وتضغطي بيها، تكبسيها كده في بعضها. وزي ما قلت لك هي الهريسه بتبقى عامله زي الحبيبات الرمليه كده، ما تزوديش فيها السمنه عن كده. انا نزلت كده بكوبايه سمنه، يعني اللي هي ال 200 جرام، المج العادي اللي هو موجود عندنا في كل بيت ده، يا دوبك وحشت منه معلقه كده معلقه من الكبيره دي، معلقه سايحه كده بتحشيها وحطيتها برضك في قاع الصينيه. يعني هي بتاخد معانا كوبايه. المقدار بتاع السمنة ده بيبقى مظبوط جدا، ونص كوباية السكر برضو مظبوط جدا جدا. يعني المقدار ده بيخلي طعمها جميل، بتحس ان هي يعني ولا مسكرة قوي ولا سكرها خفيف، لا بتبقى مظبوطة اهي. هنبدأ نسويها بقى كده كويس في قلب الصينية. انا ما كانش عندي صينية من اللي هي بتاعة البسبوسة اللي الحرف بتاعها بيبقى صغير شوية ده، عملتها في الصينية ديت عادي يعني مفيش مشكلة. انا عندي التانية بس المقاس بتاعها كبير شوية، ما حبيتش اعملها فيه عشان ما تطلعش رقيقة شوية عن كده. هي اصلا الخلطة بتاعتها مش عالية قوي، يعني وسط كده. وجبت كده ب10 جنيه بندق وقمت كده مكسراه كده، يعني تجرشي كده تخليه مش ناعم قوي ولا خشن قوي. وقمت حاطه بقى على الوش بتاعها، هي طبعا بتبقى غرقانه كده بالبندق بقى على الوش بتاعها، بتبقى جميل. وممكن تحط شويه سوداني برضك مع البندق، بتبقى حلوه. وهبدأ بقى اضغط عليها برضك بالمعلقه كويس قوي لغايه ما اخلي البندق بتاعي لازق خالص في قلب الصينيه. وهقول لك بقى على التسويه بتاعتها. انا مشغله الفرن كده من 10 دقايق، لازم تخش في فرن سخن وعلى الشبكة في الرف الأوسط لغاية ما تاخد لون من تحت وتحس ان الأحرف بتاعتها اتلونت. شغلة عليها الشواية 5 دقايق كده وتطلعيها على طول. هي بتقعد تقريبا من 40 ل50 دقيقة في الفرن على نار متوسطة، يعني على درجة حرارة كده 170 أو 160، عشان تطلع فيها سنة القرمشة اللي بتبقى بيها اللي احنا بنجيبها من بره دي، وتاخد معانا اللون المكرمل من قلبها ده. هي سر في التسوية اللي انت بتهدي عليها النار شوية، بتخليها مثلا النار متوسطة كده. زي ما بتيجي تعملي كحك كده او بسكوت، النار بتبقى معانا متوسطة، ما بنعليهاش قوي، مش زي كمان البسبوسة. ونبدأ أول ما تطلع على طول معانا الشربات كان خلص وجاهز اهوت. نبدأ بقى نسقيها بالشربات. هي بتحس ان هي بتشرب الشربات ببطء شوية عشان هي مفيش فيها اي نسبة سوائل خالص. بتحس ان هي بتشرب الشربات يعني بتغيب شوية. تبدأي بقى تديلها الشربات كده وتصبري عليها لغاية ما تشربوا معانا خالص اهي بالشكل ده كده. انا هديلها على قد ما تاخد برضك منه شربات كده، عشان تبقى ما تبقاش طعمها مسكر قوي معايا. هي كده بقى هي كده خلاص، انا مش هديها اكتر من كده شربات. الشربات بتاعها كده مظبوط جدا، فاض مني شويه همت، يعني حاجه بسيطه خالص، تقريبا معلقتين 3 كده، مش هحطهم لها بقى عشان هي كده معايا مظبوطه اهي يا حبايبي. وهنبدا بقى نقطع مع بعض كده ونشوفها. بس طبعا لازم تسيبيها اول ما تطلعيها كده وتسقيها الشربات مش اقل من ساعتين كده، تسيبيها تبرد معاكي خالص، ساعتين 3 كده تبرد معانا. وتبداي بقى تقطعي منها وتاكلي منها. طبعا انا عندي بقى يعني ما بيستنوش قطعوا منها وكلهم، بس كانت طعمها اقسم بالله تحفه وجميله. واخده بقول لكم سنه القرمشه دي اللي هي بنشتريها من بره دي، ومرمله في نفس الوقت، يعني مقاديرنا مظبوطه جدا اهي. وكانت طعمها تحفه، والسمنه البلدي فيها طبعا مخلياها طعمها جميل. يا رب الفيديو بتاعنا يكون سهل وبسيط واستفدتوا منه. سلام عليكم حبايبي، مع الف سلامه.